السلام عليكم. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. في الفيديو اللي فات عرفنا يعني إيه برمجة، وفهمنا إن علشان أبدأ أتعلم برمجة لازم الأول أتعلم لغات البرمجة، وكمان شفنا البرمجة موجودة فين في حياتنا. وفي الفيديو ده هنعرف إزاي نبدأ في تعلم البرمجة، وكمان هنبدأ منين أو إيه الطريق اللي هنمشي فيه، وهتعرف كمان تذاكر إزاي وهتحتاج وقت قد إيه علشان بعد فترة قليلة إن شاء الله تكون مبرمج ناجح وتبدأ بقى تقبض بالدولار. من الآخر كده أنا همشي معاك خطوة خطوة لحد ما تكون محترف بإذن الله. هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. أنا أحمد عبدو وأهلا بيك في فيديو جديد من باينري بلس. إزاي تبدأ في مجال البرمجة؟ وده السؤال المهم بالنسبة لمعظم الناس. لازم نكون عارفين إن مجال البرمجة مجال كبير جدا وفيه أقسام وطرق كتير، فلازم تفهم وتعرف الأول كل الطرق دي علشان تقدر تحدد أو تختار مجالك اللي تقدر تكون فيه مبرمج ناجح. فتعال نركز بقى على حاجة مهمة جدا أو أول خطوة في رحلتنا، وهي التخصص. قبل ما تدور على كورسات أو دورات لازم تحدد التخصص بتاعك واللي هتكمل فيه بإذن الله. طيب علشان تحدد تخصصك أو طريقك لازم تقرأ في كل المجالات أو التخصصات البرمجية المتاحة، لأن معظم الناس المبتدئة بتفضل تكلم ناس وتسألهم أو تطلب مثلا حد يساعدهم، وكل ده طبعا تضييع وقت، وانت كده ضيعت على نفسك حاجة مهمة جدا لازم تتوفر في أي مبرمج، وهي البحث. علشان تكون ناجح في عالم البرمجة لازم تبحث وتدور على كل حاجة بنفسك، لأن الاستفادة هنا بتكون كبيرة جدا. طيب رحت بحثت على جوجل وموصلتش لحاجة، أو كنت بتبحث غلط أو أي حاجة تانية، هنا بقى يجي دور الجروبات المتخصصة، ودي بتكون موجودة على كل السوشيال ميديا. ادخل بقى الجروبات واسأل هناك، هتلاقي إجابات لكل أسئلتك. وخليك عارف كويس انك بعد ما تختار التخصص اللي يناسبك هتفضل دايما محتاج الجروبات دي علشان تسأل وتتعلم من خبرة الناس الموجودة هناك. طيب دخلت سألت وعرفت ايه هي التخصصات المتاحة، تبدأ بقى تقرأ عن كل مجال أو تخصص وتفهمه كويس جدا لحد ما تكون فهمت كل المجالات أو التخصصات، علشان يجي دور بقى الاختيار. وهنا عاوزك تركز معايا شوية. اختيارك لتخصص معين بدون دراسة هيأثر عليك جدا، وكمان هتضيع فيه وقت كبير بدون فايدة. وما تقلقش، أنا هعرفك كل التخصصات الموجودة في عالم البرمجة في الفيديو اللي جاي بإذن الله. تمام، انت كده حددت المجال بتاعك، وبكده تكون خلصت نقطة تحديد التخصص. ونيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي معرفة خريطة التعلم. خلاص انت كده وصلت لمرحلة كويسة جدا وعرفت تخصصك والمجال اللي هتبدع فيه. تبدأ بقى تشوف الخريطة او الرود ماب اللي هتمشي عليها، ودي اسهل حاجة انك تروح تعمل بحث على جوجل باسم التخصص اللي اخترته. يعني مثلا انا اخترت مجال وليكن مثلا اسمه فلاتر، هروح على جوجل واكتب فلاتر رود ماب، وهناك بقى هتلاقي اكتر من رود ماب لناس كتير متخصصة، وهيكون منها العربي والاجنبي والهندي على حسب بقى اللي تحبه او تختاره. كويس جدا، انت كده اخترت تخصصك وكمان الرود ماب. قبل ما تبدأ بقى عاوز انبهك لحاجة مهمة جدا، وهي انك لازم تعرف كل المعلومات الممكنة عن تخصصك. يعني مثلا هو التخصص ده موجود ليه وظائف في بلدي ولا لا، وكمان تعرف المرتبات كام وتستفسر بقى عن كل حاجة. ممكن حد يسأل دلوقتي ويقول أنا هعرف إزاي المجال أو الطريق اللي هكون بحبه واللي هلاقي فيه شغفي؟ والإجابة هنا هو إنك لازم تجرب كل حاجة أو كل تخصص. طبعا التجربة دي مش سنة أو مدة كبيرة، لا، الموضوع بيكون عدة شهور كده تفهم بس التخصص، وبإذن الله من بدري كمان هتعرف ده التخصص اللي انت عايزه ولا لا. حلو جدا كده، انت عرفت التخصص بتاعك وعرفت الرود ماب، وخلاص مش فاضل اي حاجة غير انك تبدأ. في سؤال هنا بقى مهم جدا وغلطة كل الناس بتقع فيها، وعاوز اقولك ان الجزء ده من الفيديو هو الاهم، فركز بقى معايا كده في كل كلمة هقولها. انا دلوقتي فهمت التخصص اللي هبدأ فيه ان شاء الله وعرفت عنه كل حاجة، هل ابدأ بقى في تعلم التخصص ده ولا ايه؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده تعال الاول اديلك مثال هتفهم منه الإجابة. تخيل معايا كده انت عاوز تبني بيت وجبت كل المكونات اللي هتحتاجها علشان تبني البيت ده. هل هتبدأ تبني البيت على طول ولا لازم الأول تبني الأساس بتاع البيت؟
خلينا نفترض انك بدأت وبنيت البيت بدون اساس. اولا كده البيت هيكون ضعيف ومحتمل في اي وقت انه يقع، غير انك كمان مش هتعرف تبني فوقه حاجة تانية. طيب نفترض انت ما عملتش كده وبنيت الاساس الاول وبعد كده بنيت البيت، كده هيكون البيت قوي وتقدر تبني فوقه اللي انت عايزه. اعتقد كده انت فهمت انا عاوز اقول ايه من المثال ده. وهو قبل ما تبدأ تتعلم التخصص او المجال لازم الاول تتعلم الاساس بتاع البرمجة، لان البرمجة كل يوم فيها جديد، ومن المحتمل في اي وقت ان اي مجال ممكن ينتهي او ما يكونش مطلوب في سوق العمل. ولو انت بدأت في المجال او التخصص بدون ما تتعلم الاساس الاول فممكن في اي وقت المجال ده ما يكونش ليه لازمة. انما لو عندك الاساسيات البرمجية بقى هتدخل اي مجال تاني عادي جدا، وكمان مش هياخد منك وقت. وبكده نكون عرفنا في الفيديو ده ازاي تبدأ في مجال البرمجة، وازاي تختار التخصص اللي يناسبك، وكمان تعرف الرود ماب اللي هتمشي عليه. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعرف كل التخصصات المتاحة في عالم البرمجة، وكمان هنعرف افضل التخصصات اللي ممكن تختارها، ورواتب كل مجال في سوق العمل حاليا. ولو في اي سؤال ياريت تكتبلي في الكومنتات. ولو حاسس انك استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك او كومنت لو انت مشترك، ولو مش مشترك انزل دلوقتي اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.